السلام عليكم. الاقتراح ديال اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا البغرير. اول حاجه خديت لها شوار، ضفت فيها كاس ديال العنبه ديال السميده الرقيقه اولا السميد الناعم، نصف كاس ديال الدقيق فرص، غادي ندير رشيشه ديال الملح، غادي ندير ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نضيف 2 كؤوس ديال الماء دافئ، ما يكونش ساخن، يكون دافئ فقط. نفس الكاس كنعبر به الكل. صافي غادي نطحنو مزيان حتى يتكونوا فيه هاد الفقاعات. غادي نضيف فيه واحد الخميره ديال الخبز. صافي على هاد الشكل غادي نخليه يختمر واحد 5 دقائق فقط. صافي غادي نطيبو مباشره. بالنسبه للمقلاة ضروري انها تكون ساخنه، تكون العافيه مجهده. صافي ملي كتسخن كتضيفوا البغرير على هاد الشكل، دغيا دغيا كيتثقب معكم، كيجي زوين. هاد الكميه اللي حضرت معكم كتعطينا 10 بغريرات. المهم اللي بغى يدير كميه كمحدوده وفي نفس الوقت يضيف مهم شيء اخر للافطار، هذه اقتصاديه. كيف شفتوا في المقادير في الاول ديال الفيديو، ضفت معكم كاس ديال السميد الناعم، نص كاس ديال دقيق فرص، قبيصه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، 2 كؤوس ديال الماء دافئ فقط لا غير. كيطحنوا مزيان حتى يتكونوا فيهم فقاعات. كنضيفوا ليهم خميره ديال الحلويات. صافي كنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق وكنطيبهم مباشره. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم البغرير اللي كيجي الصراحه خفيف زوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.